السلام عليكم البنات، لا تكونوا كامل لاباس، صحتكم لاباس. مرحبا بكم في قناتي. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. الوصفه تاع اليوم راح تكون سوفلي المحلات، وصفه يعني بزاف هايله، يجيكم خفيف فارغ من داخل ويجيكم قطني، يعني وصفه ما شاء الله بحشو اقتصادي. تابعوا معايا لا فيديو باش تشوفوا مكونات الوصفه هذه. اول حاجه عندي نصف كاس تاع الزيت كيما راكم تشوفوا، عندي كاس تاع ماء دافي، انا استعملت كاس ونص تاع ماء دافي. عندي هنا ملعقتين تاع اللحظه، عندي شويه سكر، وعندي ملعقه صغيره تاع الملح وملعقه كبيره تاع خميره فوريه. هنا جبت لا ريسيبيون تاعي، درت فيها كاس ونص تاع الماء، لازم يكون دافي. هنايا درت نصف كاس تاع الزيت، والاهم الماء ما يكونش يغلي، يعني باش ما يكتلش مفعول الخميره، يعني ديروه دافي. زدت اللحظه وهي المكون الاساسي، يعني اللي يخلي العجينه تاعنا باش تجينا اطريه وتجي خفيفه. هنا بعد ما ضفت كامل المكونات كما راكم تشوفوا، خلطوهم جيدا بالفوي حتى يتجانسوا مع بعضهم بهذا الشكل. من بعد نبدا نضيف في الفرينه تاعي. الفرينه يعني عينك ميزانك، انا ما نقيسش الفرينه، يعني تما عيني ميزاني، نضيف بشويه ونشوف. كما راكم تشوفوا راني نضيف في الفرينه. الفرينه لازم تكون مدخوله، يعني تكونوا غربلتوها مليح، من بعد ديروه. بعد ما كملت العجينه تاعي كما راكم تشوفوا، نتحصل على عجينه طريه، نجي ندلكها حوالي 10 دقائق. الاهم لازم تتدلك العجينه تاعنا، لازم ندلكوها مليح كما راكم تشوفوا، حوالي 10 دقائق فقط. هنا ماني ندلك فيها ونعاود كما راكم تشوفوا، يعني دلكتها مليح حتى تولي لنا العجينه تاعنا طريه ما شاء الله كما راكم تشوفوا. هنا ديجا كنت عجنتها وكملت، نحطها تختمر ونروح نحضروا الحشو تاعنا. هنا عندي حوالي قرن تاع فلفل حلو، عندي حبه بصله كبيره، وعندي نصف صدر تاع دجاج كنت رحيته، عندي ملعقه تاع المطارد، وعندي توابل شويه كزبر، فلفل اكحل، كركم والزنجبيل والملح. هنا في جهه اخرى جبت المقله تاعي، درت فيها حوالي ملعقتين كبار او 3 ملاعق تاع الزيت، يعني عينك ميزانك. درت فيها الكميه تاع البصل، درت حوالي بصله حبه تاع بصله متوسطه عفوا، ودرت قرن تاع فلفل حلو. تقدروا يعني تزيدوا معها طماطم، تقدروا تزيدوا معها فلفل حار لمحبين الحار، انا ما نشتيش الحار بزاف تما ما نديروش ديما. كيما راكم تشوفوا نخلطهم مليح ونخليهم حتى تذوب لي البصله هذيك. البصله ما تخليوهاش ماشي طايبه، بيسك راح تم الذوق ماشي مليح، تما خليوها حتى تذبل وطيب لكم مليح. من بعد زدت لها الدجاج اشي تاعي كيما راكم تشوفوا، نخلطوا جيدا ونخليوهم يتقلاو بعقلهم. من بعد نجي نضيف لي زيبيس كيما راكم تشوفوا، وملعقه صغيره تاع المطر. لي زيبيس راني درت شويه كزبر، شويه فلفل اكحل، الكركم، وشويه زنجبيل والملح، وعندي شويه توابل الشاورما او توابل الدجاج كيما راكم تشوفون. خلطوهم جيدا. الملح ما تكثروش بيسك ما يجيكمش مالح، بيسك راح نزيدوا الفرماج. هنا زدت حوالي ملعقه كبيره تاع جبن للطلاء، وكان الحشو تاعي ديجا واجد. نروحوا للعجينه تاعي. هنا ديجا كانت اختمرت بعد ساعه يعني كامله من الاختمار كما راكم تشوفون. نجيو نديكازيوها. هنا قسمتها الى قسمين كما راكم تشوفوا، يعني باش ما تعبنيش نخدم يعني على خطرتين. هنا الحشو تاعي كان واجد. عندي لهنا كميه من الجبن المبشور، وعندي كميه من صلصه الطماطم، يعني كنت حضرت معكم الوصفه تاعها في فيديو اخر تاع البيتزا، دوك تلقاوها ثم. من بعد حطيت الفرينه تاعي على البلان دو طرافاي تاعي. من بعد نجي نحل العجينه تاعي. هنا العجينه لازم نحلوها مليح، يعني نحلوها رقيقه، يعني قد ما تقدروا، يعني ما تخافوش راح تجيكم يابسه ولا ماشي راح تجيكم يابسه، بالعكس يجيكم خفيف ويجي طري كما راكم تشوفون. انا عندي هذا المول تاع السوفلي طبعت به بهذا الشكل، يعني تقدروا يعني ديروا سوفلي بلا مول، ماشي شرط المول، يعني المول برك يسهل عليك هذا مكان. حطيت العجينه تاعي. من بعد نجي نحشيها. اول حاجه انا درت صلصه طماطم، تقدروا ديروا لا بيشاميل، تقدروا ديروا كريم فريش، يعني كل وحده دير واش تحب. هنا زدت الحشو. ايضا الحشو يعني تقدروا ديروا الفيونداشي، تقدروا ديروا طون، ديروا تشكشوكه، يعني يجيكم ما شاء الله. الفورماج هنا زدت كميه من الجبن. من بعد نجي نغلقها بهذا الشكل، يعني راح تستغلق معايا بسهوله وما هيش راح تتحل، يعني في الطياب مش راح تتحل معنا، يعني لضوا مليح كي تطبعوها باش ما تتحلش معكم كي تكون الطيب.
كما راكم تشوفون تحصلوا عليها بهذا الشكل. ونروح نكملوا كامل حبة تاوعنا بنفس الطريقة. ديما تقسيونا على الجبن اللي نستعملو، انا نستعمل شيدار فيتفي يعني ريحته ما شاء الله وبزاف بنين ويذوب ثاني. ونستعمل ثاني شيدار فيتاليتي، هذاك بنته وحدها يعني ما شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما كملت طبعت كامل حبات تاوعي، هنا جيت دهنتهم بيضه كامله وعندي ملعقه كبيره تاع الحليب وندهنهم مليح. كنت ديجا شعلت الفرن تاعي على درجه نار عاليه حتى يسخن لي مليح. من بعد لوح السفلي تاعي هنا جيت زينتها تزيين بسيط فقط، يعني درت ريشه تاع الدبشه والزيتون، يعني التزيين يكون اختياري، تقدروا ديروا الساندويتش الجلجلانيه كل واحد يدير واش يحب. هاي ليك السفلي تاعي يعني بعد ما طاب من تحت وزدت شعلت وطاب احمر لي من فوق، يعني دات حميره ما شاء الله. نروح نشوفوه في صحن التقديم. هاي ليك السفلي تاعنا تاع نهار اليوم، يعني جاء ما شاء الله محمر خفيف قطني، والاهم جا فارغ من داخل. نفتح معكم حبه باش تشوفوا يعني النتيجه، يعني جاء ما شاء الله. وما نحكي لكمش يعني على البنه بنتو يعني ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم وان شاء الله تجربوها، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه جديده.